الاهرامات بتولع، حريق كبير في منطقه الاهرامات والاثار اللي موجوده في المنطقه بتطولها النار، والدفاع المدني يتدخل عشان يسيطر على الموقف. ولكن دي مش الاهرامات الحجر بتاعتنا، دي الاهرامات التقليد اللي موجوده في عالم البوليفارد في الرياض. ايه السبب اللي يخليها تولع ويحصل زي ما حصل كده؟ فتعالوا نعرف مع بعض ايه هو عالم البوليفارد وايه هي منطقه مصر ايجيبت زون الموجودين ضمن موسم الرياض. عالم البوليفارد هو مجمع ترفيهي ضخم اتعمل سنه 2022 ضمن موسم الرياض. وهدفه ايه؟ هدفه ان هو يجمع اكتر من 20 دوله، 20 حضاره، 20 ثقافه في مكان واحد. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل ثقافه وحضاره ليها طابع مميز، ليها شكل كده وليها هويه، فده بيدي فرصه للسايح اللي يزور موسم الرياض ان هو يلف اكتر من 20 دوله و20 منطقه في مكان واحد. وبالطبع بقى في هناك مدينه العاب كبيره، كل منطقه فيها لعبه بتناسب هويتها وثقافتها، وفي متاجر وفي كافيهات وقهاوي وهكذا. تعالوا بقى نتكلم عن المنطقه اللي دار فيها الحدث، واللي هي منطقه مصر اللي هي اسمها ايجيبت زون او ايجيبشن اريا. هنلاقي بقى فيها طبعا الاهرامات الثلاثه وابو الهول، هنلاقي فيها شوارع بتحاكي مثلا مصر الفرعونيه، القاهره القديمه، هنلاقي بقى فيها العاب بتحاكي الحضاره المصريه زي مثلا لعبه المغامره والمتاهه والكلام ده. احنا بقى لما نقرب اكتر من الاهرامات اللي موجوده في المنطقه دي مش هنلاقيها فاضيه من جوه او ما فيهاش حاجه، لا، ده جواها اوضه بيبقى فيها مثلا الهه مصريه قديمه، فيها نقوشات هيروغليفيه، فيها اضاءه ليزريه، فيها كل الكلام ده. يعني الاهرامات اللي هناك جواها توصيلات كهربائيه كتيره جدا، وجواها سيفونيرز وحاجات تذكاريه قابله للاشتعال. ده غير اصلا ان الهرم بيبقى مصنوع من مواد ممكن تشتعل، يعني مثلا هتبقى الياف زجاجيه، حاجات برضو من الأقمشة، والأقمشة والكرتون ده بيبقى موجود على السطح الغلاف بتاع الهرم اللي معمول أصلا من ألواح معدنية، اللي هو عشان يتعمل ليه أساس. فهو مش هرم حجري علشان النار ما تمسكش فيه، لا، ده في ألياف كتير قوي ممكن تمسك النار فيها، وهو جواه كهرباء. فكل الكلام ده برضو عوامل ان هي ممكن تمسك فيه النار. اهم حاجة ان ما يكونش فيه حصل اصابات او حصل ضحايا من الموضوع ده. ولازم بعد الحدث ده برضو نشد على السيفتي بتاع المكان، علشان المكان ده فيه موظفين وفيه سياح، فزي ما حصل كده ممكن اي حد يتأذي. ولكن طبيعة تصنيع الاهرامات ذات نفسها احنا مش هنقدر نغيرها، علشان هتدي بس الطابع بتاع الحجر او الطابع الاثري بتاعها، فهو لازم تبقى زي ما هي كده. وبس، دي كانت قصة حريق الاهرامات كلها، وكان معكم حراس كابتن مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.